السلام عليكم خوتي. اليوم جينا نحكوا على واحد السلوك خطير واللي بالك بزاف منا ما على بالهمش به. قادر يكون صرا معاك ولا تكون انت ديجا درتها لكاش واحد بلا ما تفيق، واللي هو بخس الناس اشياء. بخص الناس اشياءهم كيما من تكون في موقف تجي تشري كاش حاجه على كاش واحد وتقعد تعيب له فيها وتقلل من قيمتها وتقول لها فيها ديفو ولو كان ما نشريهاش عليك انا ما كاينش اللي يشريها عليك. وهذه هنا ما على بالكش باللي راك تشي له في كرامته والله راك تذل فيه، وهنا بهذا الاسلوب راك تبريسي فيه وتضغط عليه باش يبيع حالك بالسومه اللي راك باقيها انت. وبالك ما على بالكش حتى وش هو الظرف اللي خلاه يبيع هذه الحاجه. بالك عنده مرض، بالك عنده فاتوره، والله مثلا والله ولاده خاصهم كاش حاجه والله ادوات مدرسيه وين خلاته يوصل يبيع مش عارف حاجه بالك ما كانش كاع داير باش يبيع. وربي سبحانه واش يقول على لسان النبي شعيب: ولا تبخسوا الناس اشياء. وكاينه واحد النقطه واللي هي المفاوضه. شغل كاين فرق بين انك تفاوض واحد في ديك الحاجه اللي يبيع لك فيها ولا وبين انك تبخسه في الحاجه اللي راح يبيع لك فيها. تسمى تنيغوسي معاه عادي، نيغوسي عادي، ما توصلش تذكر له عيب اصلا ما كاينش في هذيك الحاجه. ليش؟ ونختموا بالقصه تاع الرسول صلى الله عليه صلى الله وسلم. عليه وسلم فات على واحد كان يبيع في القمح ولا الشعير الله، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم يداه في الشكاره لقاه من تحت مبلل ومن فوق ناشف، فسقساه قال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فجاوبه قال له: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منه. معناتها وريه للناس باللي ودي راه من تحت مبلل ومن فوق ناشف. هذه تفهمها باللي لو كان يكون حاجة سلعة والله يكون فيها عيب تقدر تنيغوسي منها وتفاهموا على الثمن بيناتكم وتبينها للناس، تبين العيب. هذه يا خوتي وصحة فطوركم. اليوم البارفان تاعنا بارفان عزيز دابا سي صاحبي لاميد لون. بس تجدروا بطلة في كونت تاعنا كالعادة سي فار بارفيوم. مرحبا بكم.